تعليق على الحدث معنا الدكتور أحمد خطاب عضو المجلس الاقتصادي. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير على حضرتك يا فندم، صباح الخير على سائر شركات مصر وكل حال العالم. يوم سعيد على حضرتك وخبر جميل، 11 اتفاقية في الغاز بحد أدنى للاستثمارات 925 مليون دولار، وتعليق وزير الثروة المعدنية والبترول بأن احنا لازم نكون وجهة جاذبة للاستثمار في هذا المجال، كيف تقرأ ذلك؟ طبعا الاول اسمحي لي اهني السيد وزير البترول الوزير كريم بدوي على هذا الانجاز الضخم وتوقيع عقود استثمار في قطاع البترول ب 925 مليون دولار قابله للزياده، يعني قد تصل الى مليار دولار، ومنح توقيع تزيد عن 30 مليون دولار. ده طبعا انجاز كبير قامت به وزاره البترول، وقامت به ايضا الشركه المصريه القابله للغاز الطبيعي ايجاس والعضو المنتدب السيد ياسين. كلنا في مصر نعلم ان بعد مستشفى مصر حقل زهر وحقل اني تحول لدينا فائض في انتاج الغاز الطبيعي بنستورده من الخارج، واصبحت الريف المصري حتى موجود فيه الغاز الطبيعي وصعيد مصر كل القرى في مصر والمدن مغطاه كامله بالغاز. الغاز ثروه اقتصاديه قويه، الاقتصاد المصري بيعتمد عليها اعتماد كبير، ولابد للحفاظ على موارد الغاز، ولابد بعد ان نزيد من حجم اكتشافات السنويه، لان بيئه الغاز بيكون لها عمر افتراضي مثلا 5 سنين 3 سنين. الاكتشافات الجديده ديت الاحتياطي بتاعها بيقدر 1.8 تريليون قدم مكعب غاز و30 مليون برميل زيت ومتكثفات، وده حاجه كويسه جدا، بالاضافه الى استكمال حفر 4 ابار جديده للبحث عن غاز باجمالي 40 مليون دولار. دي كلها اخبار ايجابيه بتصب لصالح الاقتصاد المصري وبتزود معدلات النمو الطبيعي، وبتزود من مصر كسوق واعد في مجال الاستثمار الغاز الطبيعي والبترول، خاصه ومركز لتداول الطاقه. خليني اقول لحضرتك تصريح المهندس ياسين محمد العضو المنتدب للشركه، اكد ان هم قاموا بعمل برامج مسح سيزمي ل 24 كيلومتر مكعب، وتم الاكتشافات دي قدرها حوالي 1.3 تريليون متر مكعب من الغاز. كيف تقرأ ذلك؟ طبعا 1.3 تريليون ده فندم، ده رقم كبير جدا في اكتشافات الغاز. هيحول مصر الى سوق اقليمي للغاز الطبيعي، خاصه بعد ان دخلت مصر اتفاقات مع الدول الكبار زي الاردن وزي ثالث دوله انها تكون سوق اقليمي لتسهيل الغاز ثم اعاده تصديره، لان الغاز لابد عن ان قبل ان يتم تصديره يحول الغاز من وسائل، واحنا عندنا محطه اسكو ومحطات دمياط للافاده. فده هيخلي كفاءه مصر وقوتها الاقتصاديه في الشرق الاوسط كمركز اقليمي للغاز الطبيعي تزداد قوه وصلابه، وهيخلينا نقدر من خلال برامج حياه كريمه ان احنا ندخل الغاز لكل القرى التي لم يدخلها حتى الان. انت عارفه ان مصر دلوقتي بتسعى الى الاستثمار في الطاقات النظيفه والمتجدده، والغاز من ضمن الطاقات البيئه، لان الطاقه نظيفه وطاقه لا تسبب التلوث، خاصه بعد استضافه مصر الكاب 27. اضيف على ذلك ان شاء الله صادراتنا من الغاز الطبيعي والغاز المسال سوف تزداد، وبالتالي سوف تزداد ايرادات مصر من الغاز. فده حدث اقتصادي كبير سوف ترتب عليه مزيد من دخول شركات للعمل على استكشاف حقول اخرى، وسوف يترتب عليه بناء محطات لانتاج الغاز بالاضافه الى محطات موجوده في دمياط وإسكو، وتترتب عليه وضع اقتصادي ووضع سياسي في مصر، لان انت عارفه الدول التي تنطلق الوقود زي الغاز وزي البترول، دول العالم كله تهافت على الدخول معه بشراكات ليامن مستقبله من وارداته من الغاز، خاصه بعد حرب روسيا واوكرانيا اصبحت اوروبا كلها تحاول تجد بديل. وده يعني ده كمان طريقه تحقيقنا لان احنا نكون مركز لتداول الطاقه العالمي يا فندم. احنا بالتالي يا فندم احنا بقالنا سنتين واحنا مركز لتداول الطاقه حول العالم، مركز اقليمي. ده هيزود من حجم انتاج المركز الاقليمي وحجم مساهمه مصر فيه، لان انت عارف الدول الاعضاء فيه دول كبرى كلها دول نفطيه، فهذه الاكتشافات هتخلي مصر يعني 1.3 تريليون متر مكعب غاز لما يخشوا كاضافه لوزاره البترول ويخشوا للمحطات الاساله الموجوده عندنا اللي عندنا البيئه التحتيه جاهزه لازاله الغاز. ده برضه انجاز كبير. احنا ممكن في المستقبل التحتيه الخاصه بازاله الغاز وتصديره، خاصه ان انت بلد استراتيجيه ليك موانئ على البحر الابيض والبحر الاحمر والبحر الاحمر، وليك موانئ في السخنه، وليك ربط مع الدول الجوار زي السعوديه، وليك ربط ان شاء الله في المستقبل مع اوروبا، وان شاء الله نعمل تغطيه لتصدير الغاز
عبر انابيب زي ما كانت بتعمل روسيا مع دول اوروبا. يبقى عندك خط انابيب متواصل لتوصيل معانا الغاز لالمانيا والاتحاد وفرنسا، الاوروبي. نعم. وده هيكون سبب كبير لتقويه علاقات مصر بدول الجوار، وسبب كبير لادخال العمله الصعبه بالدولار واليورو الى مصر. وده تعرف احنا بنحتاج هذه العملات عشان احنا بنبني مصانعنا وبنبني بنيه تحتيه كامله لمصر، فكل ده بتحتاج لضغط على الدولار. انا اعتقد ان ده مشروع هيخلي معدلات نمو مصر تزيد، وهيخلي مصر دوله جاذبه للاستثمار اكثر واكثر، وهيخلي المواطن المصري يهدأ ان شاء الله ما يبقاش فيه اي غلو خالص في اسعار الغاز الطبيعي. وتنتهي ازمه الطاقه بحلول عام أزمة 25 ان شاء تماما. الله. انت لان انت خد بالك من حاجه، انت عندك معظم محطات الكهرباء بتعمل غاز طبيعي. طبعا. وعندك محطات البتروكيماويات في مصر، محطات البتروكيماويات برضه نجحت نجاح كبير، وصادراتها زادت على 220% السنه اللي فاتت. هي بس توقفت شويه بسبب لما كان في بعض الانقطاع في انتاج بعض الحقول الغاز، لكن دلوقتي انت عندك قطاع البتروكيماويات قطاع ناجح وواعد، ومصر خدت فيه خطوه كبيره هتخلي الشركات تشتغل بكل طاقتها، بل بالعكس تتوسع، وبالتالي تغطي السوق المحلي، فتقلل من استيرادنا للخارج، ثم تصدر هي منتجاتها الزائده عن السوق المصري في الخارج، فتدخلك عملات اجنبيه صعبه. فاعتقد ان قطاع الغاز في مصر هو قطاع غني، وضيف على ذلك ان شاء الله اكتشافات في قطاع الذهب، واكتشافات اخرى في قطاع البترول، واكتشافات اخرى في الرمال السوداء وبعض انواع المعادن النفيسه. فده كله ده بيصب مصلحه الخزانه المصريه بالايجاب، وبيخلي مستوى المعيشه للمواطن المصري ان شاء الله يرتفع. بشكرك يا دكتور احمد، بشكر الدكتور احمد خطاب عضو المجلس الاقتصادي، وطبعا بيصب في صالح المواطن المصري كل من يحيا على ارض مصر. يا رب دايما يعم علينا الخير. دلوقتي موعدنا بقى عشان بنتكلم على الخير، وكمان الخير عندنا في زراعتنا اللي احنا بدأنا نعمل نهضة زراعية من 2014. احنا بنقوم بتوسع رأسي وأفقي، قدرنا نعدي أزمات اقتصادية كتير عالمية خاصة في الغذاء، لأن احنا بدأنا قبل الأزمة وكان عندنا بيوت الزراعة المحمية وكان عندنا اتساع رأسي وأفقي. عشان كده حتى لما الأزمة الاقتصادية كانت على مستوى العالم وما زالت، قدرنا ان احنا كمان مفيش الحمد لله ولا سلعة يعني ما كانتش موجودة عندنا، وقدرنا نزرع حتى القمح المحصول الاستراتيجي. توشكا كمان بدأت تنتج، اللي كانت مشروع كان يقال عليه ان هو غير مثمر أصبح أدى نتائجه اللي لسه تستكمل إن شاء الله. شوف دلوقتي فقرة السوق معاكم وأسعار الخضر والفاكهة. ضخ كميات كبيرة يوميا من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، سواء من ألبان وأجبان وبقوليات وأرز ومكرونات على مدار اليوم، بأسعار تقل عن السوق الخارجي من 25-30%. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية على مدار الأسبوع في تنسيق ما بيننا وما بين الإدارات كلها، بحيث ان عندنا المخازن بتعمل على مدار الاسبوع، قطاع النقل بيعمل على مدار الاسبوع، الاصناف كلها متواجده زي ما حضرتك شايف كده، بكميات كبيره جدا. وبنقول للمواطن اطمن، حاجتك موجوده، انزل المجمع الاستهلاكي هتلاقي كل حاجتك موجوده باسعار تقل عن السوق الخارجي زي ما قلنا قبل كده. في نفس الوقت بنصرف برضه بنصرف المقررات التموينيه موجوده عندنا، كل الاصناف التموينيه موجوده، كل شيء موجود بامر الله، من سواء من خضار سواء لحم طازه، كل شيء موجود باذن الله. زي ما قلت لحضرتك هو تنوع اصناف وشركات، كل زي الجوده كلها بتنزل لنا رز، بتنزل لنا مكرونات، سواء دقيق سواء كل الاصناف بتاعتها موجوده. طيب بالنسبه للدواجن المجمده واللحوم المجمده، الدواجن المجمده عندنا موجوده بكثره، واللحوم المجمده موجوده، واللحوم الطازه السودان زي ما قلت لحضرتك عندنا الكيلو ب 285 جنيه بجميع انواعها موجوده كلها، اللحمه السوداني على مدار اليوم وطول الاسبوع موجوده ان شاء الله.
اخيرا طمني على حركه البيع والشراء، وكمان ازاي بتقدر تتابع مساله نهايه الانتاج او نهايه الصلاحيه. احنا الحمد لله رب العالمين عندنا طبعا، ده حضرتك عارف انت وفي اكبر مجمع استهلاكي في محافظه الجيزه. المجمع ده بسم الله ما شاء الله يتميز بسمعه عاليه جدا، وفي نفس الوقت كل شيء موجود ومن كثره الاقبال ما فيش حاجه بتفضل، الحمد لله رب العالمين. هقرا لكم دلوقتي خبر يعني السوشيال ميديا اتكلمت عنه كتير وتداول اخبار كتير. خلينا اقول لكم الحقيقه النهارده وناخد الاخبار من مصادرها. طبعا اكيد حضراتكم توقعتوا ما هو الخبر عن العدوى البكتيريه اللي انتشرت في اسوان. هنشوف وزير الصحه قال ايه، والنهارده هقرا لكم تفاصيل الخبر الرسمي اللي هو هيكون بعديها قول فصل علشان